لو بتدور على البسبوسة اللي بتدوب في البق، البسبوسة المرملة، حاجة كده زي بتاعة المحلات عملتها كذا مرة وما بتطلعش معاك مظبوطة، فأنا جاي لك النهاردة بأسهل طريقة عمل بسبوسة ممكن تاكلها ببقك أو تشوفها بعينك حرفيا، ومش كلام، تنافس المحلات الكبيرة قوي. وعشان رمضان اللي داخل وكل سنة وانتم طيبين، وبما إني نويت إن شاء الله إن في رمضان الجاي ده هعمل لكم سلسلة كبيرة من الفيديوهات اللي إن شاء الله أتمنى إن هي تنال إعجابكم. ولو عملت البسبوسه قبل كده وما ظبطتش معاكي، انا بضمن لك بعد الفيديو ده انك مش هتضطر خالص انك تشتريها، وهتكوني محترفه في عمايل البسبوسه. بس قبل ما نبتدي الطريقه، لو اول مره بتتفرج عليا، فانا اسمي محمد الشواتفي. فلو لسه ما عملتليش اشتراك في القناه، انزل اعمل لي اشتراك في القناه وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وطبعا كنت حابب اشكركم على كومنتاتكم سواء ايجابيه او سلبيه، وعشان خاطر وقتكم ووقت الفيديو وما اطولش عليكم، اهم حاجه عشان خاطر البسبوسه تطلع معاك مرمله زي ما انت شايف كده بالظبط، هتمشي على الخطوات معايا واحده واحده. فقبل ما نبدأ الفيديو هتصلي على النبي وتيجي اقول لك هنعمل العظمه دي ازاي. اول حاجه هنبدأ بيها وهي الشربات.